تعالوا بقى اما اقول لكم عملنا الفطيره التحفه دي ازاي. والله ما انا عارفه اسميها فطيره ولا اسميها بيتزا ولا اسميها جلاش، يعني حاجه كده تحفه كده تحفه بجد. شوفوا قد ايه شكلها جميل جدا جدا وحلوه قوي قوي قوي، ومن غير عجن ومن غير فرد ومن غير تعب ولا اي مجهود. عملنا احلى يعني بجد زي ما بقول لك كده. مش عارفه ممكن تكون فطيره ولا بيتزا ولا ممكن الواحد يسميها ايه. ومحشية بقى فراخ طعمها تحفة خالص خالص، ومورقة وطعمها رهيب رهيب كده بجد، يعني حلوة أوي أوي أوي. الحشوة مع الفطيرة دي طعمها في حتة تانية خالص خالص. كملوا معايا الفيديو للآخر إن شاء الله هتستفادوا أوي أوي وهتعجبكم جدا جدا. يعني معايا نص فرخة، وانت برضو حابة يعني كمية الفراخ المناسبة ليك انت اعمليها، واقطعها مكعبات صغيرة كده، وهعمل لها تتبيلة حلوة جدا جدا عشان هحشي بها الفطيرة دي او البيتزا دي. يعني بجد زي ما الواحد عايز يسميها، ومن غير عجن ولا فرد ولا مجهود خالص خالص. هنعمل احلى فطيرة في الدنيا ممكن تدوقيها او تجربها، بجد هتعجبكم جدا جدا. كده قطعنا كمية الفراخ كلها وهنتبلها بقى تتبيلة حلوة قوي قوي. بعصر عليها ليمونة ومعلقة خل ومعلقة زيت ومعلقة صويا صوص ومعلقة آه، كاتشب، ومستردة. يعني اللي عندك حطيه واللي مش عندك استغنى عنه خالص. ومعلقة بهارات فراخ وسبع بهارات وبابريكا وفلفل اسمر وملح، كل البهارات دي معالق صغيرة. وبقلب بقى التتبيلة الجميلة دي كلها كده، واسيب فيها الفراخ نص ساعة. او لو مستعجلة اشتغل على طول عادي مفيش مشكلة. وبحط عليهم فنجان صغير كده مية. بجد يا حبايبي التتبيلة دي حلوة جدا جدا ومميزة لكل انواع. يعني حابة تعملي بيتزا بقى شاورما اي حاجة، التتبيلة دي حلوة جدا جدا. وهبقى لازم نزود الكمية كده ونديها كمان نسبة غذاء. بقطع عليها فلفل بقى وشطة. لو انت حابة يكون حراق ماشي عادي ماشي برضو. برضو بالطريقة اللي انت شايفاها دي كده. اهم حاجة زي ما قلت لكم ان احنا مش هنعجن ومش هنفرد. يعني كملي كده للاخر وانت هتشوفي عملناها ازاي بكل سهولة ومن غير تعب ومن غير مجهود، وطعمها رهيب كده، طعمها حلو جدا جدا. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لأول مرة يشوف قناتي. بنحط بقى طاسة على النار وبنحط فيها معلقتين زيت، واول ما بيسخن كده على نار عالية بننزل بكمية الفراخ اللي معانا كده على نار عالية، تاخد صدمة كده ونقلبها. وبعد كده بقى بتضيفيلها الفلفل. بعد ما بتاخد اول صدمة كده بتضيفيلها الفلفل وبتسيبها تبرد خالص خالص، او يعني ما تحطهاش على الفطيرة بتاعتنا وهي فيها نسبة حرارة خالص. لازم تسيبها تبرد خالص خالص كده. خلاص نشفت اهيت وبتبقى مستوية وريحتها كده قلب الدنيا وطعمها يجنن بجد. الفراخ بالطريقة دي وبالتتبيلة دي حلوة جدا جدا. ننزل بقى بالفلفل، يعني خلاص كده دخلت على سوا بقى بننزل بالفلفل. ما تنزليش بالفلفل على طول. ممكن تعملي ممكن الفطيرة دي تعمليها من غير فراخ، يعني من غير ما تحشي فيها فراخ، او ممكن تحط فيها جبن بس او لانشون اللي عندك يعني واللي انت حابة تعمليه. بس ديت يعني ممكن تمشي معاكي غدا يوم وبيشبع وبيبقى جميل خالص خالص. كده الفراخ استوت وبقت تمام قوي. شيليها بقى في طبق عشان تبقى باردة خالص خالص. اما نبدأ بقى في بقية المكونات دي. معلقتين زبدة هتسيحيهم. وهنحط كده معلقة لبن. شايفة اهمت، ومش هاخد المعلقتين كلهم كمان وهيعملوا الفطيرة كلها. وهحط نص معلقة كده صغيرة بيكنج باودر، ودي اللي انا التشريبة كده اللي انا هشتغل بها. هدهن الصينية كده معلقة الزبدة اللي كانت فايضة معايا، هدهن الصينية دهنة كويسة كده. واللي انا يعني اللي انا هشتغل بيه النهاردة جلاش، لفة جلاش كده زي ما انت شايفاها. تجيبها من اي مكان بس يعني تكون طازة كده وحلوة. وهتفرديها وهتشوفي بقى دلوقتي انا هعمل بقى الفطيرة ازاي. بطريقة حلوة جدا جدا وسهلة وسريعة. هي زي ما انت شايفة كده بتفردي نص الورقة في الصينية والنص التاني بره خالص، وبتقابليها من الجنب التاني برضو نص الورقة في الصينية والنص التاني بره. وبتدهني بقى التشريبة اللي احنا جهزناها مع بعض دي، بتدهني الورقة كويس اوي كده.
واهم حاجة تكون الصينية مربعة كده عشان تاخد معاكي بقى شكل الفطيرة وشكل او البيتزا بقى زي ما انت عايزة، يعني اللي انت حابة تسميها. ومن الجنب التاني برضو الصورة واضحة قوي اهي، اكتر من الشرح كمان. يعني زي ما انت شايفة كده نص الورقة بره والنص التاني جوه من الاربع اتجاهات قصاد بعض. وبتكملي بقى يعني 3 4 ورقات كده مع بعض، وبعدين بتنزلي بقى بالحشوة في النص. لو انت مش حابة تحشي خالص كملي لفة الجلاش كلها بنفس الطريقة دي. وكده هيبقى معاكي فطيرة يعني بس مش محشية ولا حاجة، تاكلها انت بقى بأي حاجة انت حابة تاكلي بيها. زي ما انت شايفة اهو هي كل ورقة فوق التانية كده. خلاص عملنا نص الورقة. بحط بقى نص ورقة الجلاش، يعني بحط بقى جبنة موتزاريلا في الأول كده، وبعدين الفراخ زي ما انت شايفاها هي تحفة اهيت وبردت خالص. بنزل بها كده على طول بقى فوق الجبنة الموتزاريلا، وبديها برضو لو عندك زيتون، لو عندك جبنة الموتزاريلا برضو حط رشة على الوش بقى كده. بجد يا حبايبي انا مهما اوصف لكم على طعم الفطيرة دي يعني بالجلاش والجبنة والفراخ دي طعمها حلو جدا جدا تحفة كده، يعني طعمها رهيب مش هتصدقوا كده لما تجربوها. وهكمل تاني بنفس الطريقة. بقيت لفة الجلاش برضو بنفس الطريقة، بدهن وبحط ورقة من الاربع اتجاهات اهون. مفيش اسهل من كده، ولا عملنا عجين ولا فردنا ولا خبزنا ولا عملنا اي حاجة، وسهلة وسريعة. وكمان يعني ما تعبتكيش ولا اي حاجة، يعني هم 10 دقايق كده وانت واقفة على طول تعملي الفطيرة دي وبتطلع زي الفل وطعمها رهيب. خلصنا هون. بنتني بقى زي ما انت شايفة كده، وبتتني كل طرف وبتدهنيه وبتتني عليه الطرف التاني بنفس الترتيب وبنفس الاتجاهات. بتاخدي من الجنب دي وبعدين تدهنيه. اهم حاجة تدهنيه عشان الورقات تكون يعني ما يكونوش لازقين في بعض وتكون مورقة كده. او بتاخدي الطرف دي وتدهنيه وتتني عليه الطرف التاني، وتكوني سايبة ورقتين حلوين كده وسلام عشان تعملي تحطوهم على الوش. هتشوفي دلوقتي كده خلصنا الكمية كلها اهو. معانا بقى شايلين ورقتين حلوين كده من الاول. بتجيبها كده ما بتتنهاش ولا حاجة، بتفردها على الصينية كلها والطروف دي بتشيل الفطيرة كده وتدخلها من تحت بس كده. هي شكلها بقى تحفة خالص. وبتدهنها بقى الزبدة، ما بتدهنهاش بقى التشريبة اللي احنا كنا عاملينها. شايفة التشريبة قضت بالظبط ازاي يعني، بالظبط كده. ومعلقتين 2 بس زبدة، لو عندك الزبدة برضو اعملي سمنة. وبتجيبي اهوت نفس او زي ما انت شايفة كده الجنب التاني، وبتدخلها من تحت وبتفرديها. حمل الفرن بقى وحط الشبكة في النص وولعي من تحت بس. اول ما بتاخد لون كده حلو من الجوانب تلاقيها اتحمرت، ولعها بقى تاخد يعني تولعي الشواية بقى لما تاخد الوش الجميل دي. واول ما بتطلع بتغطيها عشان تبقى طرية، وبتقطعها بقى وتاكلها يا حبايبي بألف هنا. شكلها تحفة مش محتاجة كلام. الطبقة اللي على الوش مقرمشة خالص خالص بتشيلها عادي، بس اللي تحتها بتبقى متحمرة وحلوة برضو. وقد ايه بقى هي جميلة وطعمها جميل قوي بالفراخ والزيتون والجلاش، طعمه حلو قوي قوي مع الحاجات دي. جربوها يا حبايبي وقولوا لي رأيكم. متنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة اللي أول مرة يشوف قناتي. يشرفنا ونورني بالاشتراك في القناة. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم وتشاركوه مع حبايبكم. شايفة جميلة تحفة.